استوردنا البصل، استوردنا البطاطا، استوردنا الثوم، استوردنا كل المصيبه استوردناها. انا نعرف باللي المواطن الجزائري ما بين المغاربه بصفه عامه هو اللي يستهلك اكثر العدس، يستهلك الفاصوليا، البقوليات. أرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب، فذهب يختصمان إلى الضب. قالت الأرنب: يا أبا الحسن. قال: سميعا دعوتي. قالت: إنا جئنا نختصم إليك. قال: عادلا حكمتما. أنا ما نفهمش، واللي فاهم يفهمني. الجزائر عار على الأمة الإسلامية، تدعي أنها تقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، في حين أن شعب غزة يعاني من غازها. تدعي الشرف، لكنها البلد الوحيد الذي يمتلك رخصة البغاء. تدعي الثراء، وفي الوقت نفسه يعاني شعبها في طوابير طويلة. تدعي الوقوف مع الحق في تقرير مصير الشعوب، ولكنها لم تعترف بجمهورية القبائل حتى اليوم. تدعي أنها قارة، ولكنها محتلة لأراضي غيرها مثل تونس ومالي وليبيا والصحراء الشرقية المغربية. تدعي الأمانة، ولكنها تسرق تاريخ وتراث غيرها وتنسبها إليها. تدعي عدم الخضوع والخنوع، وفي الواقع لا تزال تحت سيطرة فرنسا. تدعي القوة، ولكنها حتى الآن لم تستطع استرداد جماجمه من مام فرنسا. تدعي العروبة، وفي الوقت نفسه نصف كالأمها مفرنسن. في الختام، ندعوكم للتفاعل والمشاركة. هل نسينا شيئا؟ هل هناك نقطة أخرى تستحق الذكر؟ انضموا إلى النقاش في التعليقات وشاركونا آرائكم وإضافاتكم. شكرا لكم. السلام عليكم لي زالجيريا كاع ناس قسنطينة سبيسيال. والله يا خوتي شوفوا زعما نساويين كبار جايين فيهم المرضات فيهم كلشي، الناس ملي دخلت هي خدمتها مشاكلها هموم الدنيا، رمضان في وجوههم هادي كل من 8 تاع الصباح ما مكوفرين على واه على شكاره دقيق. يا وزير التجاره شوف حل للدقيق هذا والزيت والامورات، تهلا شويه في المواطن تهلا. حسبوني عند الله، هودت المغرب العقل ديالي تسطى وحبس وخرج مخي خرج لهاك. قلت واش راني في دبي، واش راني في قطر، واش راني ما لقيت حتى حاجه اللي بغات تمثل. المغرب شفته راه بعيد بعيد، تبارك الله تبارك الله. الله يخلي محمد السادس وربي يحفظه ويطول في عمره. يا المغرب مشى بعيد يا خوتي. ايوا نحكي لكم، مشيت ديت واحد الساندويتش والبيبان المغرب مفتوحه. يا خويا غير هضر، غير قول لهم ناكل، والله ما خلصت. ندخل القهوه ما خلصت، دخلت الريستوران ما خلصت، مشيت ما خلصتش والو. البلاد الكرام يا بلاد الكرام، فين راهم بلاد الكرام؟ راهم منا في المغرب، في المغرب يا بلاد الكرام يا خوتي بلاد الكرام. مشيت جبت واحد الساندويتش، دخلت لواحد البرك، والله يا خوتي ذاك البرك اقسم بالله الى كامل الرخام. حشمت انا نتمشى وننقز، حشمت نوضع فيه، حشمت ندير بحال بك، حشمت. جلست على واحد الرخامه، والله الا بكثرة الحشومه درت المضادر كوحل، الحشومه بانت لي على وجهي، حشمت نجلس على هذيك الرخامه. يا لا بوبيل، لا بوبيل اقسم بالله الا بالرخام، والله يا لا بوبيل ديالي اللي كليتو، ديك الماكله اللي كليتها والله ما رميتها في لابوبيل، رميتها في الجيب ديالي، حشمت نرميها في ذاك لابوبيل نتاع الرخام، حشمت. زدت مشيت للشمال، طنجة، جبيله تاع تطوان، كازا، مراكش، ضربت دورة في المغرب. والله العالي العظيم بقيت نشوف الناس تشوف تهضر بيناتهم، وانا نتمشى نشوف غير هاك، نشوف غير في السماء. يا الباطيمات كاملين تبارك الله جاج، الناس بان كلشي خدام تبارك الله. واحد سيدي وزين تبارك الله في طنجة نتاع الواطه. قلت له خويا هاد الواطه واش غير هنا يدوروا في المغرب ولا؟ قال لي نعطيوه للعالم كامل. قلت له كيفاش عاودها لي؟ قال لي نعطيوه للعالم كامل. قلت له والله حتى تعاود لهذه الثالثه. قال لي نعطيوه للعالم كامل. تبارك الله. ما كاينش الماء. جاو لقاو ما عرفوش يخدموا الروبينيات، قال لك لقاو الضريبه، نوضوا الروينه في لا ريسيبسيون، الناس ناضت تجري.
قول لهم بالك ايش تقول العرايس؟ ما نقول له والو، صور وابعث له برك راح على باله. على باله هذا ما قال. الجلال راه في ازمه. وتقول له جزائر جديده، من اين هذه الجزائر الجديده؟ كوندي وماش كاع كاين في الحوانيت مالك الماسكير قسما بالله والحال ندير ماسكير كاين ما كوندي ما على بالكش كاين ما كانت كوندي عندي كوندي ثاني حتى كوندي عندي هذا في ماسكير قال لي مول الحانوت ماسكير خاص ماسكين ايوا فهم شوف اخوتي الله شنو عجبك. شوفوا النساء وشوفوا الرجال. هذه البلاد هذه انا رايح خاطر نعيش امشي. شوفوا الله شنو هاي عزيك. شحال الزيت؟ اعطينا بدون زيت. تبهديله شو الله شنو. شوف انا بو فاري يا خا مزال شو زيت خلصها 200 في الريتله. خلاص وغادي الله شوفوا يا حي نندب يا حي يا حي يا حي يا حي كارثه عمر هذه. هذا راح معسكر على الحبس. هاي وراي ها والحبس اعوذ بالله. روح خليه روح نديروا الله شنو الزيت. هاي مازال هاي مازال يا تبهديله الحليب والزيت. اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك الجديد كل يوم. قناة لنشر زريبة الكراغلة نوصلتها كبرانات لكوش وحماقاتهم. هذه هي العقلية الكرغولية، زريبة لا وزن لا قيمة لا هيبة. تفاعلوا معنا في القناة وشكرا، وانتظروا كل يوم الجديد. استوردنا البصل، استوردنا البطاطا، استوردنا الثوم، استوردنا كل مصيبة استوردناها. أنا نعرف باللي المواطن الجزائري ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يستهلك أكثر العدس. يستهلك الفاصوليا، البقوليات. أرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فذهب يختصمان إلى الضب. قالت الأرنب يا أبا الحسن، قال سميعا دعوتي. قالت إنا جئنا نختصم إليك، قال عادلا حكمتما. أنا ما نفهمش، واللي فاهم يفهم لي.